ان في حمار طالع على اكيد يعني حاجه مش طبيعيه جدا، طالع على السلالم اللي بيطلع عليها البني ادمين. هذا اسمه عدم انضباط، هذا ما في روز يا مان. مظبوط جدا. فالصوره زي دي اكيد ممكن تنبه الناس المسؤولين لما يشوفوا حاجه زي دي، الموضوع زي ده يحط رولز معينه ان هم مثلا يمنعوا حاجه زي دي انها تحصل. بس انا اولا ما ببصش لاي جانب مسؤول، انا ببص للجانب الشخصي. احنا عايزين نغير من نفسنا عشان الدنيا تتغير، عشان المجتمع. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مظبوط جدا طبعا. يعني انت كمان متزعم حمله ابدا بنفسك. بالظبط. ادوس على قلبه علشان ايش حملات التوعيه وايش اللي قاعد تكتبه بالجروب او ايش قاعد تحبث الناس على انه يسووا؟ والله هقول لحضرتك يعني اول حاجه الصور، وبنحاول على قد ما نقدر نقول ما نعملش الحاجات اللي في الصور دي. لو في حد بيعمل حاجات في الصور دي نحاول نغيرها. كان في مثلا الصور ان هي مثلا صناديق القمامه وبيبقى مرمي حواليها وكده، فحبيت ان انا عملت مثلا فكره قلت لهم يا جماعه احنا بنبتدي من النهارده كلنا في الجروب ونشوف قد ايه هيقول معانا نبتدي ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا ونرمي الحاجه في مكانها صح، واي حاجه مرميه حواليها نبتدي احنا نشيلها ونحطها. في ريتنج تصويت او تعرف كيف الناس قاعده تتقبل هذا هو بالكومنتات يعني الاكثر اللي بعرف بالكومنتات. وانا عندي في الجروب يعني الكومنتات بتبقى من 50 ل 150 و 200 كومنت. طب احمد يمكن شايفين كلنا كمان على الشاشه دلوقتي موضوع عصير سكسكه وصنعة حمزه وعصير مالك، يمكن دي كلها اسماء غريبه كمان. دي عصير صاروخ اخر الليل ده اكيد صاروخ اخر الليل. هذه برايك هذه الاسامي ماركتنج خفه الدم مش نقديه على فكره هي عمليه جذب جدا. انت لما تسمع كده نفسك تشرب ماركتنج للسوق عنده بالظبط. حلو. طب احمد انت ازاي بتقدر الكنترول على جروب زي ما انت بتحكي فيه دلوقتي؟ يعني احنا وصلنا لاكثر من 70,000 ممبر 73,000 ممبر. ازاي لوحدك قادر تعمل كنترول على الناس كلها وكمان كنترول على الصور، ان انت تختار صور وتعرض وتغير صور والكلام ده كله؟ بص هقول لحضرتك حاجه، يعني لو انا بحاجه انا بحب قوي الفكره، بحب التصوير، بضيع وقتي كله تقريبا فيه. جميل. حبيت حاجه فبعملها بقلبي بجد، فعشان كده يعني ربنا كرمني فيها. وانا ما كنتش مستني اساسا ان يخش ناس كتير، يعني انا كنت مستني الناس بس تشوف الفكره، بس الحمد لله هي نجحت لوحدها يعني. هل بترى تشوف في صور لسه بالشوارع ما لقيتها؟ لسه في شغلات اكيد طول ما انا ماشي بصور يعني اكيد هنا مش هتغلب. لا خالص. على فكره انا مش عايز اقول ان مصر بس اللي فيها غرايب. طبعا بس انا عايز اقول حاجه، هي الجراءه عندنا هنا في مصر، جراءه الشباب بتبتدي من هنا في مصر. احنا عندنا جرأه ان احنا نعمل الحاجه. تمام. حلو. وهذه الجرأه جت من نفسك انت لوحدك؟ بصراحه يعني كان في ناس اصدقائي مصورين معايا، وكان في ايميلات جات لي فيها ناس مصوره صور، فانا جات لي الفكره ان انا اجمع الحاجات دي كلها وازود عليها من شغلي. انت دارس اصلا تصوير يا احمد؟ انا دارس في تربيه جامعه عين شمس، في وسط دراستي الفوتوشوب والتصوير والفيديو. حلو. تمام. يعني يا احمد على كده بتقدر لما يجي لك صوره بتعرف اذا كان هي مثلا ملعوب فوتوشوب فيها مثلا ولا لا؟ يعني ممكن حد يبعت لك حاجه هو عاملها اصلا علشان انت تعرضها له، فانت اكيد بتعرف اذا كان ملعوب فيها ولا طبيعيه. بنسبه كبيره جدا بعرف. وفي صور تانية ببقى شاكك فيها جدا. الرجل اللي شاكك فيه جدا ما بنزلوش خالص، انما لو في ناس بتشك صغيره بنزلها في الجروب وبشوف اراء الناس. تمام. خلينا نعلق على هذه الصوره. اذا كان الشيطان مثل الرجل فهو تلميذ المرة. يعني الصورة دي كان ليها معنى كبير جدا. بتقول يعني لو كان الشيطان هو الاستاذ بتاع الراجل فالمرأة هي الاستاذة بتاع الشيطان. طبعا احنا مالناش اي علاقة بالصورة دي عشان محدش يزعل مننا. انك ايضا عظيم يعني كده. طب هنا في هنا للحرام للنسوان. عشان كده انا مش قصدي مين حد، انا قصدي ان انا ارصد. دي حاجة غريبة ان حد يكتب كده، دي حاجة غريبة. لا اكيد اكيد هو وجهة نظر ان الست هي استاذة الشيطان. يعني يا جماعة بصوا هو احمد ما بيجيبش الصور دي من عنده، هو احمد بيعرض واقع حقيقي موجود عندنا. كل اللي هو بيعمله ان هو بيوريه لنا من جميع الجهات وفي مكان كلنا يمكن بنتجمع عليه اللي هو الفيسبوك. ده اللي بيعمله احمد. ويمكن دي كمان حاجة مهمة وحاجة جميلة جدا. ايش الانتقادات اللي جات لك؟ يعني الانتقادات اللي جات لي ان هي كده يعني في سوء سمعة او في يعني شكلنا مش هيبقى كويس ومش هيبقى حلو. بس انا شايف يعني ان دي موهبة، وهي دي هواية انا نفذتها وبكملها.
بس الحمد لله بلاقي الناس اللي معايا اكتر من دي بكتير. حلو. لان في اتفاق بالظبط يعني 73,000 متهيألي يعني دول اكبر شابين في القلية يعني. بالله عليك الصورة اللي انت جبتها. كمان على الشاشة شايفين صورة بتقول بالنسبة للأحذية نرجو مراجعة الفردتين قبل المغادرة ربما يكونوا مختلفين. والمفاجأة الأكبر إن أنت ممكن تكون ساكن بعيد فعلى ما ترجع مش هتلاقي الفردة الثانية أصلا. اليافطة فعلا موجودة يا أحمد. موجودة في محل مشهور يعني. دي أنت مصورها ولا حد هو مصورها؟ حد مصورها. حد مصورها يعني فعلا النشاط بتاع الجروب بدأ يزيد والناس قوي جدا. في ناس موهوبة زيك هتلاقيهم. في ناس موهوبة أكتر مني بكتير يعني. والله جميل. ايش تحب؟ طب أنت ايش تقول لهم إنه جيوا؟ يعني أنا زي مكان تجمع ليهم. الحاجات دي كلها بتتعمل وبتجيلي وانا بدمع لهم الحاجات دي وانا زي ما هو مبسوطين قوي لما شغلهم بينزل ومبسوطين لما الناس بتشكر في الصور دي في الكومنتات تبقى حاجه حلوه يعني بالنسبه لنا. احنا بس احمد يعني نشكرك على هذه الجرأة وكمان الناس يعني اكيد نشجع الناس الموهوبة زي كذا انه مو كل لازم واحد يطلع على الايجابي بالشارع، طبعا نشوف الاشياء السيئة عشان يقدر الناس تعدل فيها طبعا. وان شاء الله انت حتكون بداية قدوة للناس اكيد يا رب وتكون اهانة اكيد للبلد لان هذا بالاخير بلدك وتفتخر فيه طبعا. احنا نفتخر فيه اكيد مصر. مظبوط. مشاهدينا احنا هنا خلاص تقريبا خلصنا البروجرام. نتشكرك بوجودك طبعا. احمد نورتنا وبجد انت مثال جميل للشاب المصري اللي بيفكر بايجابيه كويسه لان انت مش بس خدت الموضوع كفاني لا خدت ان احنا لازم نبدا نعالج المشاكل بتاعتنا حتى لو مش لازم نستنى حد. حابب تعطينا شيء ولا تقول لنا يعني كلمة؟ لا احب اقول بس ان يعني الموضوع موضوع هوايه وان الموضوع ان انا بس بلفت نظر الناس مش قصدي حد معين او جهه معينه، انا قصدي الشاب نفسه او الشباب نفسهم او عقل الشاب نفسه. يعني انا بقول له الحاجه دي غلط يا ريت ما نعملهاش او ما نكررهاش وبس يعني مش احنا كمان بنضم صوتنا من هنا لصوتك يا احمد ونقول ان احنا لازم نبدا بنفسنا الاول علشان نغير اللي حوالينا. مشاهدينا في كل مكان دلوقتي نسيبكم مع هيفا وبدي اعيش ورجعونا بعد اغنيه هيفا.